اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ بصوا النهارده معانا قرنبيط، هنعمل قرنبيط. ان شاء الله مش هطول عليكم. معانا هنا قرنبيطه صغيره، ومعانا كوب من الدقيق وعليه شويه نشا، ومعانا كوب من اللبن، ومعانا البهارات كزبره وشطه، بيكنج باودر، معلقه بيكنج باودر، ومعلقه شطه، ومعلقه كزبره، ومعلقه كركم، ومعلقه ملح. تمام، دي البهارات اللي احنا هنحطها للقرنبيط. ومعانا هنا معلقه تومه مفروم وقرن فلفل هنحطه في الميه، هو وكوب اللبن ده هيفرق معاكم كتير قوي. تعالوا بقى نحط اللبن والقرن الفلفل في الميه. انا حاطه في الميه الملح بس. بصوا نحط القرن الفلفل كده ونحط اللبن. انا كده حطيت اللبن والقرن الفلفل وشويه الملح. تمام، بنحط اللبن عشان ريحه القرنبيط بتبقى جامده قوي في البيت، ففي بعض الناس ما بتحبش ريحه القرنبيط، فاللبن ده مش هيخليلك ريحه ابدا ولا قرن الفلفل ده. تمام، تعالوا بقى نقطع القرنبيطه ونبدا بقى نحطها في الميه. بصوا معانا هنا 3 بيضات. انا حاطه 3 بيضات عشان القرنبيطه صغيره، انتوا بقى لو القرنبيطه مثلا جايبينها كبيره تحطوا 5 بيضات. حطوا بقى معلقه خل عشان تطلع هشه كده وجميله. هنا بقى نحط البهارات، نحط البهارات اهي. بصوا خليط اهو. معانا معلقه توم، جربوها بالطريقه دي وان شاء الله تعجبكم قوي. لحد ما الخليط يتجانس مع بعضه كده اهو. معانا هنا كوب الدقيق وعليه معلقتين من النشا. الكلكعه اللي انتوا شفتوها راحت تماما اهي، مبقاش فيها تكتلات اهو. نحط بقى ايه معانا هنا بقدونس وكزبره. كده بقى هي جاهزه معانا. بصوا بقى بعد ما سلقنا كوبايه اللبن بتفرق كتير، بتخليه يفتح ويبقى ابيض كده. بصوا عامل ازاي. كده بقى اعمله كويس
الخليط دوت وعلى الزيت بقى على طول. تعالوا معايا بصوا ما شاء الله لونه طالع عامل ازاي، لونه جميل ذهبي وهاش كده فيه قرمشه بسبب الخلطه اللي انا عملتها معاكم دي. جربوها بالطريقه دي وان شاء الله تعجبكم، طعم جميل وريحته حكايه. بصوا بقى طالع عامل ازاي، اللون ذهبي ازاي وطالع هاش كده وهيبقى فيه قرمشه وطعمه جميل. الخلطه اللي احنا عملناها دي جميله، شويه الخل اللي حطيناهم ومعلقه البيكنج باودر بتخليها هاش كده وجميل. وبكده اكون انا خلصت. ايه رايكم بقى؟ بصوا لونه جميل ازاي ما شاء الله، لونه جميل جدا ومعاه العيش. الحمد لله، ربنا يديمها بس علينا نعمه. استنوني بقى في الفيديوهات الجايه ان شاء الله اعمل حاجات تعجبكم قوي. ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.